من كام سنة صاحب مصنع أجهزة رياضية معروف جاله أوردر العمر تجهيز جيم كامل على مساحة ضخمة. عشان يكسب أكتر في المناقصة قرر يوفر في خامة العلب الحديد واشترى من مورد حرق له السعر بشكل مغري جدا. المصنع اشتغل والأجهزة طلعت شكلها تحفة واتسلمت. بعد شهرين بالظبط من الافتتاح عميل في الجيم بيلعب على جهاز السميث بأوزان تقيلة، فجأة العلبة الحاملة للجهاز قطمت والوزن نزل والعميل اتصاب، والنتيجة الجيم رفع قضية تعويض على المصنع، والسمعة اللي بناها صاحب المصنع في سنين اتهدت في ثانية بسبب توفير وهمي في الحديد. النهاردة هنبدأ سلسلة صناعات قايمة على الحديد، وأول محطة لينا هتكون صناعة أجهزة الجيم والأساس المعدني، وإزاي اسم المشتريات بيتدمر بسبب تركات الموردين. أول وأخطر فخ بيقع فيه بتاع المشتريات هو السماكة. أجهزة الجيم مش مجرد حديد شايل نفسه، ده حديد بيتعرض لأحمال ديناميكية وأوزان بتترزع عليه كل دقيقة، وعشان كده التصميم الهندسي بيشترط سماكة معينة ولتكن 2.5 مللي أو 3 مللي. المورد المتلاعب بينزل لك بضاعة سماكتها 2.2، وبالعين المجردة مستحيل تلاحظ الفرق، بس هندسيا 3 مللي دول بيقللوا قوة تحمل الجهاز بنسبة مرعبة. عشان كده الفيصل الأول في أي قسم مشتريات في المصانع هو الميكروميتر. ما تستلمش أي نقلة علب ومواسير إلا لما تقيس السماكة الفعلية في أكتر من عود، لأن التوفير في السماكة هنا بيساوي جناية. تاني مشكلة بتواجه الصناعة دي هي المظهر. جهاز الجيم بيتباع بشكله الفخم، وعشان يوصل للشكل ده بيدهنوه بطبقة إلكتروستاتيك عشان تقاوم عرق اللاعبين والاحتكاك المستمر. وهنا بتظهر كارثة الصاج الفرز التاني. المورد بيديك علب سماكتها مظبوطة بس الصاج نفسه خشن ومليان مطبات، مهما المصنع صنفر ومعجن الدهان ما بيطبعش صح. بعد شهر واحد من الاستخدام في الجيم هتلاقي الدهان قشر والحديد صدى، وجهاز سعره 50,000 بقى شكله خردة. قسم المشتريات الشاطر بيستلم العلبة ايديه ماشي عليها زي الحرير، صاج ناعم ومسحوب صح عشان يستقبل الدهان. التركة التالتة واللي كتير بيتجاهلها هي خط اللحام بتاع العلبة نفسها. مصانع بير السلم بتستخدم صاج نسبة الكربون فيه عالية جدا، أو لحام ERW بتاعها رديء. لما الصنايعي في مصنع الأجهزة يجي يقطع العلبة بزاوية أو يلحمها في جزء تاني يلاقي الخط اللحام الأساسي بتاع العلبة بيطرقع ويفتح منه. ده بيعمل هالك مرعب في المصنع وبيضيع وقت ومصنعيات، وكل ده عشان المشتريات وفرت 1000 جنيه في الطن. الخلاصة صناعة الأجهزة الرياضية مش بتقبل أنصاف الحلول. السماكة الفعلية وسطح الصاج الناعم وجودة خط اللحام هما ال3 عواميد اللي بيتبني عليهم اسم مصنعك. ما تخليش فرق السعر البسيط يعميك عن الكوارث اللي هتدفع ثمنها سمعتك في السوق. اختار خامتك صح عشان الحديد مش زي بعضه. سلام.